السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقول لك ازاي تسطب نسخة بدون ما تخسر ولا برنامج، بدون ما تعمل اعادة تثبيت لكل البرامج اللي انت عاملها، بدون ما تخسر اي داتا حرفيا. فبدون كلام كتير خلينا نبدأ بعد الانترو. طيب عزيزي المشاهد، اول معلومه عايزك تعرفها ان انت تقدر تطبق الطريقه دي على ويندوز 10 ويندوز 11 عادي جدا، ولكن في معلومه صغيره بس هقول لك عليها. فخلينا نخش في الفيديو على طول. اول حاجه عايزك تعرف اصدار النسخه بتاعتك. فبالمعنى الاصح خلينا كده نخش على علامه الستارت، وفي علامه الستارت هنكتب about your PC بالشكل دوت كده، تمام. وهتفتح السيتنجز دي بالشكل دوت كده. كل اللي عايزك تعرفه ان انت تعرف الفيرجن بتاعه النسخه بتاعتك ويندوز 11 برو 23 H2، اللي حتى الاديشن ما يفرقش معانا في حاجه، تمام. احنا عايزين بس نعرف الفيرجن 23 H2. وبعد كده عزيزي المشاهد تخش على موقع مايكروسوفت تنزل الاسطوانه الرسميه بتاعه النسخه بتاعتك او بتاعه الاصدار دوت، تمام. فسواء انت ويندوز 10 او ويندوز 11 بتنزل الاصدار دوت. بالمعنى الاصح ان انت تخش على موقع مايكروسوفت بالشكل دوت كده وتكتب ويندوز 11 داونلود بالشكل دوت كده، تمام. وتختار اول موقع يظهر لك اللي هو موقع مايكروسوفت بالشكل دوت كده، تمام. وفي تريكه صغيره كده هقول لك عليها، اللي انت تنزل الايزوهاي على طول او الميديا من غير ما تنزل اللي هي الميديا سنتر بتاعتهم اللي بيقعد ينزل لك الاسطوانه، يعني حوار رخم. فممكن تدوس على كلمه انسبكت بالشكل دوت كده، وفي الانسبكت عايزك تدوس على علامه التوجل ديفايس ايميوليشن بالشكل دوت كده، تمام. وبعد كده تعمل ريفرش للصفحه دي تاني، تمام. وبعد ما عملت ريفرش بس خلينا بس نكبر الصفحه بالشكل دوت كده عشان هي صغيره جدا. وبعد ما عملت ريفرش للصفحه بالشكل دوت كده خلينا نعمل لها ريفرش تاني. هتيجي عند الداونلود ديسك ايمج بالشكل دوت كده وتدوس على داونلود مالتيبل اديشن ايزو، تمام. وبعد كده هتدوس داونلود ناو وتبدا ان انت تنزل الداونلود او الايزوهيه بتاعتك. ولكن خلي بالك ان كده كده اصلا اخر فيرجن هي ويندوز عليه هو ال 23 H2 او الاسطوانه اللي انا اوريدي منزلها، تمام. ولكن انا اوريدي منزل الاسطوانه دي بالشكل دوت كده، تمام. هي جاهزه معايا بالشكل دوت كده، تمام. فهي اوريدي نازله معايا جاهزه، تمام. فبكده انا اوريدي منزلها، انت هتنزلها وتطبق نفس الخطوات، تمام. هتنزل الاسطوانه بتاعتك حسب ويندوز 10 ويندوز 11 وهكذا. ولو انت اصلا معاك الاسطوانه اللي انت مسطب بيها النسخه فانت مش محتاج تعمل الخطوه دي نهائي. فخلينا نقفل المتصفح كده، مش محتاجين منه اي حاجه تاني. اول حاجه عايز اقول لك ان في داتا هنا زي ما انت شايف السي بي يو زد شغال معايا، وفي بعض البرامج اللي موجوده في النسخه زي ما انت شايف كده، ايه، في برامج والوين رير والام اس اي افتر بيرنر وبرامج عاديه، تمام. فاللي اعتبر ان انت كل دي البرامج بتاعتك، تمام. ببساطه جدا كل اللي عايزك تعمله ان انت تدوس على الاسطوانه اللي انت نزلتها كليك يمين، وبعد كده شو مور بروبرتيز، وبعد كده اكستراكت تو وين 11 بالشكل دوت كده، تمام. وتسيبها تفك الضغط. ممكن تعمل اكستراكت ده بال7 زايو او باي حاجه ثانيه، يعني استخدم اي حاجه، مفيش مشكله، تمام. اهم حاجه ان انت تفك ضغط الاسطوانه دي او الايزوهيه دي. وبعد ما فكيت الضغط بالشكل دوت كده خلاص هجيبت 100%، هيجي معاك الفولدر بتاعها بالشكل دوت كده. هتفتح الفولدر وبعد كده هتدوس على كلمه السيت اب بالشكل دوت كده، تمام. وبعد كده يس، وهتستنى لحد ما تحمل معاك. خلينا نقفل دوت كده مش محتاجينه. وبعد كده عايزك تلغي الاوبشن دوت كده بالشكل دوت كده اللي هو الاوبشن الصغير دوت. وبعد ما لغيت التشيك بوكس الصغير ده كل اللي عايزك تعمله ان انت تدوس على تشينج هاو سيت اب داونلودز ابديت بالشكل دوت كده، تمام. عايزك تعمل نوت رايت ناو، تمام. ولكن في حاجه بس عايز اقول لك عليها، لو انت هتعمل ابديت من ويندوز 10 لويندوز 11 عشان انت ممكن تعمل بنفس الطريقه دي، دوس على داونلود ابديتس درايفرز اند اوبشن فيتشرز لو انت هتعمل بس الابديت ده. لكن لو انت هتعمل من نفس النسخه لنفس النسخه، يعني انت من ويندوز 10 لويندوز 10 او من ويندوز 11 لويندوز 11، انت مش محتاج تعمل الداونلود ابديتس. فهتدوس على نوت رايت ناو وبعد كده هتدوس على نيكست، تمام. وبعد كده هيعمل تشيك للبي سي بتاعك، تمام. هتسيبه عادي جدا. وبعد كده هتدوس على كلمه اكسبت، تمام. وبعد كده هيبدا بقى ان هو يظبط لك الدنيا، تمام. هتسيبه عشان الحته دي هتقعد شويه حلوين، يعني ممكن تقعد حوالي 5 دقائق 10 دقائق كده، ربع ساعه، يعني هتسيبها كده شويه حلوين، تمام. وزي ما انت شايف عزيزي المشاهد هي ما خدتش وقت خالص، بس اهم حاجه تبقى انت متاكد منها ومحرص عليها ان انت تبقى مختار الاوبشن بتاع كيب بيرسونال فايلز اند ابس. لو الاوبشن ده مش متحدد هتدوس على تشوز وات تو كيب، تمام. وهتختار اول اوبشن اللي هو كيب بيرسونال فايل اند ابس، تمام. وبعد كده هتدوس نيكست، تمام، بالشكل دوت كده. بعد كده كله زي الفل. كل اللي هتعمله دلوقتي اللي انت هتدوس على كلمه انستول، تمام. وزي ما انت شايف النسخه هتبدا تنزل معاك بالشكل دوت كده، تمام. وخلي بالك ان الجهاز ممكن يقعد يراستر ويعمل حاجات غريبه كده، ما تقلقش، هو بس بيظبط النسخه، تمام. وزي ما انت شايف هنسيبه براحته خالص، هو دلوقتي بيعمل انستولينج لنسخه جديده
خالص، تمام، على النسخه الاساسيه بتاعتك، بيحفظ البرامج بتاعتك وبيحفظ كل حاجه وبينزل نسخه جديده. فالاوبشن دوت ممكن يحل لك 70% او 80% من مشاكل النسخه اللي ممكن تحصل معاك. اي مشاكل غريبه بقى، لو انت بتجيلك بلو سكرين حاجات زي كده، الموضوع ده ممكن يحل معاك المشاكل دي. ده لو بس في مشكله في فايلات النسخه هيقدر يحلها لك، تمام. فزي ما انت شايف حاجه جامده جدا من مايكروسوفت، فنخليه لحد ما يخلص بالشكل دوت كده. خلي بالك ان الموضوع ده هياخد وقت كبير جدا، فانا ممكن اسيب لك كده ايه تايم فلو، او هو مثلا يعني ايه اسيب لك الموضوع يعدي بالسريع، تمام. فخلينا بقى ايه نقفل ونسيبه يحمل مع نفسه. طيب يا عزيزي المشاهد، زي ما انت شايف الانستليشن خلص والنسخه خلصت معاك. زي ما انت شايف النسخه نزلت زي الفل، زي ما انت شايف كامله بدون مشاكل، كله زي الفل تمام، وكل البرامج شغاله، كله متثبت، كل البرامج اللي انت كنت مسطبها هتلاقيها موجوده. زي ما انت شايف مش هتلاقي نفسك خسرت اي حاجه، كل البرامج موجوده، كله جاهز، كله على المبدا ماشي تمام. فزي ما انت شايف تقدر بقى ان انت تمسح الفولدر ده كده، انت مش محتاجه تاني خلاص، ولكن احتفظ بالايزوهيه دي خليها معاك، تمام. ببساطه جدا دي كده تكون هي طريقه تنزيل ويندوز بدون ما تخسر ولا برنامج. طيب هل الطريقه دي تغنيك عن ان انت تنزل ويندوز من الصفر، او بالمعنى الاصح من اللي هو انت مثلا تمسح الهارد وتعمل اللي هي الانستليشن العاديه اللي هي المعروفه؟ لا، مش هتغنيك، ولكن الانستليشن دي هتحل لك مشاكل النسخه بنسبه 80 ل 85%. اي مشكله في النسخه انت تتخيلها، مشكله في الفايلات دي بتبقى نسبه مثلا 70 80% بتبقى مشكله فايلات النسخه او تعريفات او حاجات ضربت، فدي هتحلها لك. فهي بنسبه كبيره بتحل لك جميع مشاكل النسخه، تمام. فانت لو لقيت النسخه بتاعتك خرفت او حاجه زي كده تقدر تعمل الموضوع دوت، هيحل لك جميع مشاكل النسخه. وخلي بالك الموضوع ده احسن من الريبير بتاع النسخه او الفيكس بتاع النسخه اللي هو من السيتنجز. هنا خلينا نجيبه لك، ما تدوس على السيتنجز بالشكل دوت كده، اللي هي الريسيت ديز بي سي بالشكل دوت كده، ده احسن من الريسيت بتاع البي سي، لان الريسيت ده بيبوظ الفايلات بتاعه النسخه، وفي ساعات كتير بيعمل مشاكل وبيبوظ لك حاجات كتير، فده احسن من ريسيت بشكل كبير جدا. فلتعتبر ان هو اخر ريسيت، ولكن الطريقه الصح والطريقه اللي ما تعملكش مشاكل نهائيا. فده يكون جينا لنهايه الفيديو بتاعنا، وبكده عزيزي المشاهد نكون جينا لنهايه الفيديو بتاعنا. فلو صاحبك عنده النسخه بايظه شير معاه الفيديو ده على طول وخليه يجرب الطريقه دي، وما تنساش برضو لو انت جربتها تقول لي ايه رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب عشان ما تفوتكش حلقات جامده زي دي كتير. وما تنساش برضو تشوف الحلقات اللي فاتت هتلاقي حاجات جامده جدا. فبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي، ما تنساش اللايك والسبسكرايب الجميل، وكومنت تقول لي رايك في الطريقه دي تحت، وجربتها ولا لا، وكنت عارفها اصلا ولا لا. فبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي، وبيس.